هيا توحد الله، واللي عليه ذنب يقول استغفر الله. يحكيو على واحد يخدم امرأة، نحى صباطه ودخل كما يقولوا، كيف يكون سوردي أحمر ما صرفوش الدار والموبيليا ومصاريف العرس، حتى من لبسته هو من عند أم العروسة نسيبته. واللي يكون بالصفة هذه ما هو لازم يكون بطال وقلبه بارد لبعد، ومستانس باللقمة الباردة. سيخينا نهار كل قاعد، لا خدمة لا قدمة، نسيبته كل صباح تجي تطل عليه وعلى بنتها، وتمدوا كبشة محبوب مصروفه تحطهم له في يده. نهار هي ما زالت كي مدت له مصروفه، حطت له هك شوية محبوب في يده وخرجت، وهو قاعد في البيت يفطر في فطور الصباح، ومريته بجنبه حاطة الكانون وطيب له في القهوة. اش عمل؟ غفلها، هز جمرة من هاك الكانون وحطها في الطماق متاعها، ومنها قال لها تراها بربي برا، جيب لي شريبة ماء. قامت هي باش تعبي الحلاب، هي حطت ساقها في الطماق وهي ذابت تشويت من هاك الجمرة اللي رماها رجلها. على غفلة حرقتها في طراتش صباحها، قالت حيت. قال لها كل صباح وين نشوف خليقة أمك نحس بنفسي تشويت كما تشويت انت تو. هاي يبدأ الدار مجهزة من جميعه من راسها، أزواجه من راسها، وحتى قاعد لا يبل لا يعل، لا خدمة لا قدمة، أو مصروفه من راسها. كل صباح تجي تصبح عليه وهي تقول أش عندها، وكل يوم تمدله نصيبة اللي يكتب. هذا الكل ما شافوش، وفين تخفى عليه يتشوى. النسيبة مكروهة مليحة وإلا دنيا، والحكاية هذه مش من توا بدات، وكما ثم الدنيا حشاكم ثم الباهي، من الجهة هذه ولا من الأخرى. الحاصل احنا نحكيه وانتم غربلوا، مش بالضروري نعجب الناس الكل، اما ما يضرش اللي نعملوا فيه اغرام ومحبة ودودة وديما يمشي. يحكيوا على راجل ابدا يفد من نسيبته من عمايلها، وهو نهار الكل يغزل ويفرك باليد والساق ويحط بحذاه، وهي عامله عليه بالحنين، تجبد عليه بالمرتاح، حتى كره وجه نسيبته وكره عيشته ومرته وبلاد بوه وجده. هز نفسه وهج، خلها لها واسعة وعريضة. الوين ماشي ما يعرفش، أعطيه يبعد من نسيبته أكاهو، عنده كل بلاد كل دشرة كل خربة كل صحراء كل نقبة خير من البلاد اللي فيها نسيبته. برا ماشي نهار قايلة عطش، القاعد جاء باش يشرب، هو طبس وهلي اطلع ينقص قدامه، طلع من وسط هاك العين متاع الماء. وخر الراجل تالي اشكون انت يا ولدي؟ قال له انا البعيدة الشيطان. شنيا الشيطان؟ وش تعمل هوني في هالعين؟ قال له اسكت
تيماني راني هارب من سيبتي. عجايب عجايب، قالوا هما حتى الشواطن عندهم نسيبات يهربوا منهم كيفنا. قالوا تي انتي نسيبتك ابن ادم وهاك هارب منها، خلي انا نسيبتي شيطانه. ومنها قالوا اي تعرفش كيفاش، اي نوليو اصحاب ونسافروا جميعا. قالوا ايش بي، وشدوا اليد في اليد وزادوا على قدام عليهم وعلى بلاد. دخلوا قالوا دي كيفاش باش نعيشوا في هالبلاد هذه؟ قالوا ما هو نخدموا على انفسنا. قالوا اش نخدموا؟ قالوا الشيطان اي اش قولك تخدم معايا نتشاركوا اتوا تستغنى، وهلا بالك تحب كيف هكا سيد نتاع الغرفات اللي قال يحب يخدم صنع افطيري ولا قهوشي. قالوا لا لا لا، نحب نكون شريكك انت، نحب نخدم معك، لكن نورني شنية الخدمة. قالوا انا نمشي ندخل في وسط السلطان. شنو تدخل في وسط السلطان؟ تو هذا كلام يا رسول الله. اي ندخل في وسط السلطان، غريبة هذه ولا نسيت انا شكون؟ معناها نلبسوا، وهو يقولوا افلان لبسوا شيطان. اي مو كيف ندخل نحرن ثم، ومهما جابوا لي طبة وعزامة وكتابة شيء ما نخرج. اي عاد من حينك، وقت اللي ايسو اجي انتي، وهو اعمل البخور هذا والبخور هذايا اتوا نخرج، وانت عاد تبدا تقبض في الفلوس، وهنا المكسب 50-50 نقسموا بيناتنا. وهكا كان العمل. مشى الشيطان لبس السلطان، ادخل فيه، ولا هاك السلطان باليد والساق، العينين مغربة، الفم البعيدة معوج، وهو يتقام ويتحط. حلوا له يده بمفتاح الذكر، جابوا له التبة، داروا به الكتابة العزامة الدقازة، دي حتى اللي يضربوا الخفيف جابوهم له، لكن شيء منفع، لا دواء لا سحر لا عزامة لا كتابة. السلطان حالته ما تعجبش، عمال تدهور. هيا عيسوا وسلموا أمرهم الربي، حاطينه في بيت مسكرين عليه، مسلسلينه من يديه وساقيه، وهك السلاسل راشقينهم في الحيط، وهما يستلطفوا ويطلبوا له في الرحمة. أي عاد من حينه آخر صاحبنا أبدأ يدور قدام السرايا ويبرح، الطبيب المداوي والفرج على الله، الطبيب المداوي والفرج على الله. الوزير سمعوا قال لهم جيبوه هذايا. قال واحد من الوزراء اللي معاه بربي يزي يا سيدنا، جبنا الطبيب الفلاني والطبيب العلاني وجبنا العزامة ودورناهم به الكل وشيء منفع. تبا اللي يقول لك ايديهم جمد الماء، ما نجحوش وما نجموش باش ينجم هالمهنتل هالكعلاف هذايا. قال لهم احنا على كل حال اش خاسرين، هات ندخلوه ونجربوا لعل وعسى يكون في يديه الشفاء. هيا عيطوه، طلعوه، اجبد الكانون متاعه، حط هاك البخور هذاك وبدا يبخر في سي سلطان، ودرا فاش يتمتم ودرا فاش يقول. ولو كان السلطان مش مسلسل راهو نقز عليه. اي هو يكركب في هاك الكانون على راس السلطان، وهاك الشيطان اتسرسب وخرج بطبيعة من غير ما شاف واحد. والسلطان اشهق فرد شهقة، طاح جا ممدود على طوله داخ، ومنها فاق وقال يحيي من حياني ويقتل من قتلني.
وفي الحين اتحلت الخزنة، قال أعطيه كما نقولوا 100,000 دينار. هزهم ومشى. لقى الشيطان حشاكم يستنى فيه البرة. ليلتها عملوا فيشتة كبيرة وجو ما نحكي لكمش. من غدويكا قالوا ايه شنو باش نقعدوا بطالة ونصرفوا في الفلوس اللي صورناهم حتى يوفاوا. كيفاش معقولة الخدمة ما قالت الناس. أنا توا كنت باش نقول لك هيا نسرعوا، بلاد خدمة هذه وأنا خارج نخدم على نفسي. خارج تخدم وين على خير؟ قالوا تبعني واسكت. هيا من حينه شد جرته، هذاك يمشي وهك الراجل يتبع فيه، وإذا بيه يشوف فيه ادخل لدار الوزير، وإذا بيه زاد قامت القيامة. الوزير دخل وخرج في الحلة. يا لندرا أشوته زعما يكون شيء السلطان هو اللي عداه. اتراه اجري وشوفوا تلقاو شي هاك الطبيب اللي دواء السلطان. امشاو يفركشوا فيه، القاوه جابوه بخر كيف العادة تمتم. اخرج الشيطان اقبض ذكراه وروح اقسم مع صاحبه. من غدويك امشى الشيطان ادخل في فريق. جابوا الرجل بخر، اخرج الشيطان ادخل في شهبندر تجار، في الوالي، في القاضي، في مرت السلطان، في المفتي، في مرت وزير، الحاصل دار عليهم الكل. في المشحامبة ولات شي خديمة صحيحة وهما يقبضوا عاملين كيف المنشار، طالعين واكلين نازلين واكلين، ولاو بسيط لاباس عليهم. انهار جا الشيطان صاحبه قال له اسمع راني حبيت بنت السلطان عجبتني، جات على مزاجي، ايش بيه؟ قال له ايش باش تعمل؟ قال له اسمع خليني ندبر راسي وهو نبه عليك، لا نحبك تجيني ولا تبخر لي ولا تفركس باش تخرجني، سمعته تعطيني كلمة ما دورش بساحتي، ما انا خيال. قال له يا ولدي برا دبر راسك يا خويا، عليك الامان، اش دخلني فيك انا. من غدويك قامت القيامة وشاشة النعمة، بنت السلطان راهي من تحت ايديهم، طفلة اتخدم، امشى وجه الدنيا وجا وجه الاخرة، وكشاكش على فمها وتقطع وتريش. قالوا ايه جيبوا هذاك، جيبوا صاحبنا. امشاو له قال لهم انا غالب جيتوني مخر، انا بطلت صنعة، يا حسرة ما عادش نداوي يا ولدي. رجعوا امشاو خبروا عليه السلطان، قال شنو عجايب لا حلو باهي مليح ياسر هذايا، اشبع يبعبع يا ولد لبعيد الكلب. برا ورجعوا كتفوه وجيبوه، واذا ما حبش حسبوني براسه. امشاو لكمتوه وجابوه. يبدا قلت ما عادش تداوي قالوا سيدي بطلتها صنعة. شنو بطلتها قلت، وعندك الحق باش تبطل يلي ما تسواش، وعندك الحق انت باش تحل فمك. اي تعرفش كيفاش اي باش تداويها، ولا نقول لهم يعلقوك يخليو لك راسك يلعب بين ساقيك. كيف الحكاية هكا فيها قطعان رقبة، الله يبارك يا سيدي. جاء قدام الطفلة نصب الكانون،
وبدأ يرمي في البخور، يرمي ويبخر، وهاك الكانون عامل عجعجي حتى خرج جاك الشيطان طلع عليه من نقبة اخشمها برا. قال له: يا اخي مش متفاهمين، ما تجينيش وما تدورش بساحتي، مر من بلدك اللي بعيدة هكا. بعد ما وعدتني رجعت في الحياصة، كنت عامل جو، عامل كيف باش تمررها لي هالقعدة. قال له: لا 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 خويا، مش هكا مش هكا، ما جيتش باش نخرجك. ما لا، على جيت؟ قال له: جيت نخبرك اللي نسيبتك جيت وراهي اتفركس عليك في المدينة. شنية جيت، اي قطع، اهرب. وخرج من ثميك ساقيه على من راسه. خرجوا يجريوا من البلاد، والطفلة برات والراجل من راسه.